صفقة نارية وتطورات كروية مثيرة تهز الساحة الرياضية المغربية، من تألق حمزة إيغامان مع جالاكتيو رينجز الذي جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية إلى التكهنات حول مستقبل حكيم زياش مع غالاتا سراي، مرورا بمستقبل بلال الخنوس مع ليستر سيتي، ووصولا إلى تألق يوسف نصيري مع فنربخشت التركي. الأندية الأوروبية تتنافس لضم النجوم المغاربة. هل يرحل زياش عن غالاتا سراي؟ هل سيستمر بلال الخنوس في خطف الأنظار؟ وهل سيظل النصيري في قلب هجوم المنتخب الوطني؟ أحداث مثيرة وأسئلة مفتوحة حول نجومنا في الساحة الأوروبية. تابعوا التفاصيل. حمزة إيغامان على رادار كبار الأندية الأوروبية بعد تألقه المبهر في الدوري الاسكتلندي. في تطور مثير للجدل، ينتظر أن يحدث اللاعب المغربي الشاب حمزة إيغامان ضجة كروية في الساحة الأوروبية. نجم جالاكتيو رينجز يتصدر المشهد الإعلامي بعد تقديمه أداء خارقا ضد مانشستر يونايتد، حيث جذب أنظار أكبر الأندية الأوروبية الإنجليزية والفرنسية. الصحافة الإنجليزية كانت أول من سلط الضوء على تألق إيغامان، حيث أشادت صحيفة إيبروكس نيوز البريطانية بأدائه الرائع ضد الشياطين الحمر، مشيرة إلى أن نادي أرسنال أصبح من المهتمين بالتعاقد معه. وبينما لا يزال العرض الرسمي من الجارنز بعيدا، فإن الاهتمام المتزايد من كبار الأندية الإنجليزية يثير تساؤلات حول خطوة إيغامان القادمة. الصحافة الفرنسية بدوره لم تترك هذا التألق يمر مرور الكرام، حيث وصفت صحيفة فوت الفرنسية حمزة بالآلة الأهداف المغربية، موجهة الأنظار إلى أولمبيك مارسيليا الذي يقال إنه يراقب اللعب عن كتب. ويعتبر ارتباط اسم حمزة بإدارة مهدي بن عطية أحد الركائز المهمة في التعاقد مع المواهب المغربية الصاعدة، أمرا ذا مغزى كبير في هذا السياق. ورغم الزخم الإعلامي الكبير المحيط به، النصيحة الأهم لحمزة تبقى في أن يظل هادئا ومتماسكا، وأن لا يستعجل في اتخاذ أي خطوة. الانتقال إلى نادي كبير يمنحه الفرصة للظهور كعنصر أساسي قد يكون النقطة الفارقة في مسيرته. هل سيختار حمزة إيغامان الانتقال إلى أحد هذه الأندية الكبرى؟ وهل سيؤثر ذلك على مسيرته مع المنتخب المغربي في انتظار تطورات مثيرة؟ ماذا يخبئ المستقبل لهذا النجم الصاعد؟ ما رأيكم يا جمهور كرة القدم المغربية والعالمية؟ في خبر آخر، هل يرحل زياش عن غالاتا سراي؟ الصحافة الهولندية والتركية تفتح الأبواب لمستقبله المجهول في مفاجأة قد تشعل الساحة الرياضية في الأيام المقبلة. حكيم زياش نجم المنتخب المغربي وغالاتا سراي أصبح حديث الساعة في الصحافة الهولندية والتركية، حيث تتعدد التكهنات حول مستقبله الكروي. الصحافة الهولندية كانت السباقة في نشر توقعات غير متوقعة، حيث ذكرت أن زياش قد يكون على وشك الانتقال إلى نادي النصر السعودي، مشيرة إلى العلاقة الطيبة التي تجمع بألفريد شوردر مدرب النصر الذي سبق له أن درب زياش في أيامه مع أياكس. هذه العلاقة القوية قد تكون العامل الحاسم في تحديد وجهته القادمة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من الأندية الخليجية. من جهة أخرى، الصحافة التركية لم تكن أقل حدة في نشر الأخبار، حيث أفادت بعض وسائل الإعلام التركية أن رحيل زياش قد يكون قريبا، وهو ما وصفوه بالخبر الصارع بالنسبة لغالاتا سراي. هذا التصريح يثير العديد من الأسئلة حول مدى مصداقية هذه الأخبار، وهل هي مجرد حملة إعلامية تستهدف النجم المغربي في توقيت حساس؟ رسالة إلى الجمهور. زياش النجم المغربي الذي يعد من الأعمدة الأساسية للمنتخب الوطني يحتاج منا جميعا أن نمنحه الدعم الكامل. كثير من النجوم المغاربة مروا بتحديات مشابهة مثل يوسف نصيري وعز الدين أونحي، ونجحوا في تخطي هذه الصعاب والظهور بقوة في مسيرتهم، فلا داعي للاستعجال في الحكم على زياش، فهو لاعب كبير يملك القدرة على الرد في الميدان. ما رأيكم في مستقبل زياش؟ هل يحقق النجاح في النصر السعودي؟ وهل فعلا يمكن أن يكون رحيله عن غالاتا سراي في القريب العاجل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. نمر إلى خبر آخر. بلال الخنوس نجم شاب ينقلب لمصلحة ليستر سيتي ويثير اهتمام ليفربول في لحظة دراماتيكية في المباراة الأخيرة ضد توتنهام. أظهر الشاب المغربي بلال الخنوس إمكانية استثنائية، حيث قلب موازين اللقاء لصالح ليستر سيتي وسجل هدفا رائعا أثار إعجاب المتابعين. هذا الهدف ليس مجرد إضافة إلى سجله، بل يعتبر تأكيدا على إمكانيته الكبيرة التي جعلت الصحافة الإنجليزية تتحدث عنه بشكل واسع.
صحيفة انفيلد ووتش المتخصصة في أخبار ليفربول لم تفوت الفرصة للإشارة إلى اهتمام الريدز ببلال الخنوس، حيث أكدت أن الفريق الإنجليزي قد أبدى اهتماما باللاعب قبل انتقاله إلى ليستر سيتي، وأنهم يراقبون تطور اللاعب عن كتب. ورغم أن بلال الخنوس ما زال شابا إلا أنه يثبت في كل مباراة أنه قادر على التكيف بسرعة مع الإيقاع السريع لدوري بريمير ليج. مع الاهتمام الأوروبي الكبير الذي يحظى به، يبدو أن بلال الخنوس في طريق ليكون واحدا من أبرز اللاعبين في الكرة الأوروبية. وتبقى الأسئلة مفتوحة: هل سيستمر في التألق مع ليستر سيتي؟ وهل سنراه في ليفربول يوما ما؟ ماذا تعتقدون أن يكون مستقبل بلال الخنوس؟ هل سيستمر في التألق في الدوري الإنجليزي؟ وهل يمكن أن يصبح لاعبا أساسيا في المنتخب المغربي في المستقبل القريب؟ شاركونا آراءكم. يوسف النصيري يشعل الصحف الإسبانية والتركية التألق المبهر مع فابرشاخت التركي ويثبت جدارته في المنتخب الوطني المغربي. في تطور مثير يبرز مكانة يوسف النصيري بين أفضل المهاجمين في أوروبا، سلطت الصحف الإسبانية والتركية الضوء على تألقه الملحوظ مع فابرشاخت التركي. الصحيفة الإسبانية الشهيرة ماركا تتحدث عن الانفجار الكبير في مستوى النصيري مع الفريق التركي، مؤكدة أن اللاعب أصبح جزءا أساسيا من مشروع التكتيكي للمدرب البرتغالي جوزيه مورينو، حيث تصدر النصيري خط الهجوم في فابرشاخت وفرض نفسه كأحد أبرز المهاجمين في الدوري التركي. الصحافة التركية أيضا لم تترك هذا التألق يمر مرور الكرام. صحيفة انتيف سبورة التركية أكدت أن النصيري شهد تطورا ملحوظا في قدراته البدنية والفنية، مشيرة إلى القفزة القياسية التي حقق في أحد الأهداف الأخيرة، حيث وصل ارتفاعه إلى 2.32 سنتيمتر، وهو رقم يعكس القوة البدنية الفائقة للنجم المغربي. الحديث عن النصيري لا يقتصر على نجاحه مع فريقه، بل يمتد ليشمل المنتخب المغربي. ورغم بعض الانتقادات التي توجه إليه من جمهور محلي يرون أنه لا يمنحهم الأمان الكامل في الهجوم، إلا أن المدرب وليد الركراكي يواصل دعمه للنصيري ويعتبره ركيزة أساسية في خط الهجوم. ما قدمه النصيري في كأس العالم الأخير كان ملفتا ولا ينسى، ويستمر في التألق في الدوري التركي مما يعزز مكانته في صفوف المنتخب الوطني. وعلى أبواب كأس إفريقيا القادمة يتوقع أن يكون النصيري اللاعب الأساسي في الهجوم المغربي، حيث يثبت قدراته وجاهزيته رغم وجود مهاجمين آخرين مثل أيوب الكعبي وسفيان رحيمي وحمزة أيقمان. لكن في الوقت الحالي لا شك أن النصيري هو اللاعب الأكثر جاهزية. هل تتفقون مع الركراكي في وضع النصيري في قلب الهجوم المغربي؟ وهل سيكون هو الهداف الأول في كأس إفريقيا القادمة؟ شاركونا آراءكم. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.